هتصور براحتي ومش هنساك يا مخرج يا جميل يا خالد يا يوسف. هكذا قالت منى فاروق ومش مختشية، وبتقول أنا جسم أبيض وكله غاير مني. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي ومتابعي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أغرب وأخطر القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. تقديم أشرف فاروق، صحفي حوادث بجريدة وموقع أخبار السياسة والطاقة. رجعت تاني ريما لعادتها القديمة بعد ما الفيديو الإباحي بتاعها الناس بدأت تنساه. بدأت تفكر الناس تاني وكأنها بتفكرهم بماضيها. منى فاروق يقولوا عليها فنانة، يقولوا عليها مغنية، يقولوا زي ما يقولوا، طالعة في فيديو لايف على التيك توك وبتقول انتوا غيرانين مني. لا، انا علشان جسم ابيض وزي الحليب غيرانين مني. لا، انا مش هبطل الكلام ده، وانا كده هشق طريقي. ولو المخرج خالد يوسف طلبنا اشتغل معاه هشتغل معاه. ده طيب وجميل واطيب واحد ومش هتأخر منه. وان كان على الفيديو بتاعي اللي انتوا هزلوني بيه، محدش له دعوة بيه، محدش له دعوة بيه. احنا كنا متجوزين عرفي ومش زعلان عليه ولا ندمانة. بدأت الناس اللي كانت ناسية تخش تاني على جوجل وتكتب فيديو منى فاروق مع خالد يوسف الإباحي، والناس تروح وتستمع وهي اللي فكرتهم بنفسها، وكان معاها واحدة كمان، لكن احنا مش هنجيب اسمها علشان خاطر هي أساسا لا بتقول في الكلام ده حاجة ولا بتفكر الناس بحاجة، فعيب علينا لما نجيب اسم الست اللي كانت معاها. لكن انت يا منى فاروق خلاص، اللي عدى عدى، ودخلت السجن وطلعت من السجن بسبب الورقة العرف ان انت قلت كنت متجوزين، واتسرب لك هذا المقطع انت والست اللي كانت معاك دي، زي زمان دينا وابو الفتوح لما اتسرب لها كذا مقطع والناس بدأت تشتغل والهيافة تكتر والناس نسيته. بتفكر الناس لا في التوقيت دي بالذات، بتفكرهم لا كده. الناس كلها بدأت تعمل سيرش وترجع تاني المواقع، والمواقع تشتغل وناس تكسب في الكلام الفاضي، وانت كل اللي بيتفرج عليكي. طب ما هو خد ذنبك وانت خدت ذنب، وتقول لك ده انا جسم ابيض وجسم زي الحليب وحاجه حلوه، وفي ناس غيرانه منك كتير. الناس غيرانه على خيابتك، الناس غيرانه على فضيحتك وعلى جرستك. ده بقول لك اذا بليتم فاستتروا يا ربي. المرأة الحرة تموت ولا تأكل بثديها. يا بنتي اتسرب لك فيديو عريانة عريانة متجردة من الملابس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. والناس كفت على الخبر مجور، واللي استمعوا مرة واثنين وثلاثة كان زهق منه. رايح انت النهاردة تفكر الناس تقولوا مثلا أنا جسمي حليب وابيض وناس كتير هتتجنى عليا، بس انا بتجوز وبطلق. طيب اتجوز يا ست واتطلق وشد حيلك وخد إقامة ذهبية في الإمارات. حياتك الشخصية محدش له دعوة بها خالص أبدا أبدا. لكن انت لما ترتكبي مثل هذه السفهات وتفكر الناس بماضيك، يبقى قول على الدنيا السلام. يبقى في حاجة في نفس يعقوب، وتقولي ده المخرج خالد يوسف ده زي القمر وحبيبي وصديق. يا ست ماشي، روحي له مطرح ما تروحي له، لكن بتفكر الناس لا، وبتجيب القديم لا بعد ما تهوت نسى. طب حتى عشان خاطر الست اللي معاك، الناس يمكن نسيتها الولية اللي جابت ست الكلام ده، ومن ساعتها ولا سهرت في الحكاية دي أساسا ولا حد بيجيب سيرتها. ما هو اللي هيتفرج عليكي هيتفرج عليها. والناس غيرانة مني، جسمك أبيض وحليب جسمك أبيض وحليب ده خيبة كبيرة، خيبة كبيرة. يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. ده ربنا عز وجل قال يا آدم إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى في العري والتبرك والسفور. يا بنتي النهاردة كنت خليعة في غرفة النوم تمارسي يعني الجنس مع المخرج خالد يوسف، واتحبست وطلعت وقلت ورقة عرفية، والناس بدأت تنسى الموضوع. بتفكر الناس فيه لا يا فنانة، تفكر الناس فيه لما انت بتقول انا شابة وانا اي حد يتمناني. طب اكفي بقى على الخبر مغور، ما تجيبش سيرة لحد ولا تقولش لحد.
ما هو شرط التوبة إن الإنسان يندم على ما فعل. قول يا رب أنا ندمت على اللي حصل، والفيديو ده اتسرب زي ما اتسرب، وما عادش أقترف هذا الذنب تاني بعد كده. لكن أنت بتفكر الناس. أمال جيت ديك النهار في فرح ساعة عدى عليكي قلبت وشك لها بالمنظار من الجنب التاني بتمثل على الناس؟ ولا شيطان غواكي يا منى يا فاروق وعايزة تجذب الأنظار لك تاني عن طريق هذه الفضيحة التي انتشرت زمان العصر الجاهلي قبل الإسلام. واحد كان جاله حالة إعياء مرض وعنده دكان، كان فيه سوق اسمه عكاظ وزي مجاز، فله فترة ما فتحش، بعت مرته تفتح الدكان، فمرته وهي معدية الشان كانت في طوبة ولا حجر في السوق وقعت، بانت رجلها لحد ركبها. طيب ده غصب عنها. واحد قبل ما وليته ترجع شافت الدكان ورشت قدام ورجعت فتحته شوية، راح قال لجوز هلحق دي مراتك وهي ماشية في السوق وقعت رجلها ظهرت لحد الساقين لحد ركبيها. هي جت عمت مساء قال لها عمت ظلام وخراب، انت علي كظهر امي، انت علي كظهر امي، عملت لك لا الناس اتدخلت ضربت بالصوت. قال انا لا اكل اللبن الذي وقع فيه الذباب. شاركوا الفيديو ده خليه يصل لمنى فاروق بعد ما تصلي على رسول الله، وتشتركوا على قناتنا المتواضعة قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب علشان يصلكم إشعار بالحلقة فور نشرها. أنا نفسي الفيديو ده يصلى وتستمع الكلام ده. راجل في عصر الجاهلي قبل ظهور الإسلام كافر بيعبد الأصنام من الحلوى والحجر، ولما يجوع ياكلها، يعني ما فيش مخ عنده خالص، وغار على امرأته قال أنا لا أكل اللبن الذي سقط فيه الذباب. وانت النهاردة كل اللي يشوف الفيديو بتاعك، طب ما هو لو كانت شباب هيدخل يمارسوا العادة السرية عليك، وغير ذلك وغير ذلك. لو كانت رجالة متجوزة هيشتهوكي لأنك انت متفننة في هذا الأمر وبتعمل حركات وتتمايع والكلام ده كليته، الناس هتشتهيكي. طب انت بتعمل ليه كده وتفكر الناس؟ لا، بعد الناس ما نسيتك أساسا يا منى يا فاروق. عارفين انك انت جميلة جمال فتان زي ما حضراتكم شايفينها في الصورة اهي، عارفين انك انت شعرك وطول بعرض، لكن الجمال الحقيقي هي عفة المرأة وطهارتها. لأن النبي لما كان في رحلة الإسراء والمعراج شاف أغلب أهل النار من النساء يعذبون، المتبرجات بالذات. يا بنتي تبرج وعري وصفور، وبتتباهى بهذا اللي حصل وتقول إن كان على الفيديو دي سهل، ده ناس حفيانة عليا بس أنا بتجوز بس. يعني فيديو عملته وظهرت ما فاتني وظهرت جمالي، محدش له حاجة عنده. المخرج خالد يوسف ده جميل وحلو. يا ستي قولي له بينك وبينه، قولي له في التليفون على الواتساب على الماسنجر على الخاص، لكن في العالم تطلع بس مباشر في بس مباشر. تم تطلعي تعملي حاجة هادفة بس مباشر هادف لايف على التيك توك، وتعمل تعلم فنون الفن الأصيلة كده كده. لكن أول ترجع عريمة وخيبتها القديمة، والست اللي معاك اللي احنا مش هنجيب اسمها دي اللي كانت معاك في هذا المقطع المصور، ذنبها آدم وكل يوم وتاني الناس بعد ما نسيتها تشوفها. ما يمكن تابت، ومن تاب تاب الله عليه. ارجع عن اللي انت فيه، ارجعي. أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة المجاهرين بالمعاصي، انك انت عملت ذنب، والفيديو بتاعك هيفضل إلى يوم القيامة إلى انقطاع الإنترنت على جوجل والمواقع الإلكترونية. خش فيديو منى فاروق وخالد يوسف، يجي الناس تتفرج عرض أزياء والناس بدأت تنساه. فكرتيهم تاني؟ لا، انت كده بتجهر بالمعاصي. ومن تاب تاب الله عليه. بادري بالتوبة يا أختاه قبل فوات الأوان، بادري بالتوبة يا أختاه قبل فوات الأوان، قبل يوم تشيب فيه الولدان، قبل يوم الزحام، قبل يوم الهول. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله. توبي، ومن تاب تاب الله عليه. انسى ماضيك قبل فوات الأوان، انسى ماضيك قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. هناك محكمة الواحد الديان هي اللي تحكم بين الناس. محدش يقدر يستحمل النار حتى ثانية ثانية. الجمال الحقيقي في أدب المرأة وأخلاقها كما ذكرنا. تموت الحرة ولا تأكل بثديها. عن الفلوس والدولارات واليوروهات والأصول، عن الحاجات دي كلها مقابل جنة عرضها السماوات والأرض. توبي يا أختاه قبل فوات الأوان، توبي يا أختاه قبل فوات الأوان. بنا وبكم يتجدد اللقاء.